جميلة، انت اللي جابك هنا؟ قلت لهم رايحة ألعب شوية. كنت مستنياك عشان أنا عارفة إن أنت بتعدي من هنا. مستنياني؟ مستنياني ليه؟ في حاجة ولا ايه؟ أنا عاوزة أشتغل زي ما ماما كانت بتشتغل. تشتغلي؟ تشتغلي ايه؟ أخد مناديل وأبيعها للناس وأكسب فلوس وأديها لماما. طب روحي يا جميلة، روحي. امك لو عرفت حاجة زي كده هتطيني عيشتي ما وعيشتي. أنا مش هقول لها. اهو ده يا حسام اعظم مشروع انا عملته في حياتي. انا تاجرت فيه مع ربنا وعارف ان انا اللي كسبان. الدور الاول والثاني هيبقوا دار للمسنين، والثالث والرابع هيبقوا ملجأ على احدث مستوى للايتام. ده للمسنين. تصدق الموضوع ده بيوجع قلبي قوي يا عبد التواب. بيوجع قلبك؟ قصدك ايه يعني؟ مش متخيل ان الواحد بعد ما بيتجوز ويخلف ويربي ويعلم ويكبر يرثي بيه الحال انه يقعد في دار مسنين. مش كل الناس عيالها رمياها يا حسام، في ناس ملهاش حد بيبقوا محتاجين للدار. مفيش حد مقطوع من شجره يا عبد التواب، احنا اللي ما بقناش نقدر صله الرحم. والنبي خديني معاكي، والنبي خديني معاكي، والنبي قلت خديني لك معاكي. روحي يا جميلة، ما تخنقنيش، عايزة اروح اشوف الشغل اللي ورايا. والنبي خديني معاكي. فعلا يا عبد التواب، المشروع ده هيكون من اعظم المشاريع اللي انت عملتها في حياتك. انا مش هقول لك هتبرع للمشروع، لان باذن الله هاخد منك الفكره وهعملها بالظبط على روح الغاليين اللي راحوا مني. قلت لك روحي يا جميلة، انت بتفهميش؟ مش دي البنت اللي امها كانت تعبانه؟ ايوه هي. في ايه؟ تعال. انت بتزعلها كده ليه؟ انا مش بزعلها ولا حاجة، انا بقول لها روحي. احنا شايفينك وانت بتزعقي لها، وبعدين دي طفله ما ينفعش تكلميها بالشكل ده. بتقولي عايزة انزل اشتغل معاكي عشان امها تعبانة ومش قادرة تنزل. امها لو عرفت ان انا خدتها معايا هتبهدلني. وانت هتاخديها تشغليها معاك ايه؟ تنصب زيك؟ ايه الكلام اللي انت بتقوله ده؟ دي بنت غلبانه انا عارفها كويس، بتبيع مناديل مع ام جميله. امبارح كانت ماسكه كيس وماشيه تلم فلوس من الناس، وبتقول لهم انا عايز اجيب علاج لواحده مريضه الكلى، بقالها يومين ما خدتش العلاج. هتسكت يا عاطف؟ انت بتتكلم في امبارح ليه؟ هم بايعين المناديل والمتسولين بيعملوا الحركات دي، وبصراحه انا دمي بيتحرق. رضوان واحد من الناس مديها 300 جنيه. انا ما اديتهاش هي، انا طلعتهم لله. وبعدين اتكلم عن نفسك، انت بتتكلم عني انا ليه؟ الله يسامحك، بس اقسم بالله ما كدبت على حد. انا فعلا كنت بلم فلوس عشان اجيب لي علاج لام جميله، بس معاش فلوس تجيب لي علاج، كانت بتصرخ من كتر الالم. لهيب النار في قلبي والليل عليا طال، عايش في جرحي لوحدي ما بقتش اشوف نهار. يا دنيا المر فيكي طعمه ولا الصبار، الملح ساكن جرحي والدمع في عيني نار.